ما هي الوظيفة الأساسية المنوط بها النظام المعلومات المحاسبي؟ طبعا هي إعادة صياغة العمليات والأحداث المالية لنتاج نهائي يتمثل في القوائم المالية بالشكل الذي يفي بمتطلبات مستخدمي القوائم المالية، وبما يضمن خضوع هذه القوائم للشكل المهني المتعارف عليه ووفق الأركان القانونية. والنبي ما تقفل الفيديو، خلاص أنا هتكلم عادي. أنا عارف إنك زهقت من الكلام النظري والأكاديمي وشبعت منه، علشان كده في مقدمة الكورس ده أول يوم عمل كمحاسب هتكلم بشكل عملي وبسيط جدا، وأوعدك إنك هتطلع من اللقاء ده واحد تاني خالص. أول حاجة، انسى مؤقتا اللي درسته عن المحاسبة، اسمعني كويس ورد عليا بصوت عالي. لو سألت ما تنساش رد عليا بصوت عالي، وده شرط بيني وبينك. تقبل الشرط ده؟ أكمل على كده؟ ماشي يا باشا. هيقولوا مجنون، اللي يقول يقول، المهم مصلحتي. أوعدك أخليك أسطى محاسب قد الدنيا، بس انت اسمعني وخد ودي معايا في الكلام وبصوت عالي، احنا اتفقنا. شوف يا سيدي، بمجرد ما اتخرجت من كلية التجارة حظك حلو وجالك تعيين في مستشفى استثماري، وكنت المحاسب الوحيد فيها. خدت بالك من الحالة دي؟ وبالصدفة البحتة اتعين معاك في نفس اليوم طبيب أسنان وطباخ. أيوه زي ما سمعت كده، طباخ. انت دخلت مكتبك، الطباخ دخل المطبخ بتاعه، وطبيب الأسنان دخل العيادة بتاعته. بصيت شمال لقيت الدكتور بدأ يشتغل، وبصيت يمين لقيت الطباخ بدأ يشتغل، وانت مش عارف تعمل ايه او تبدأ منين. انت المحاسب الوحيد في المستشفى. وبعدين رنت في ودانك النظام المحاسبي ومخرجاته لتلبية بلا 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 بلا، كله كلام. والأساتذة في كلية التجارة معذورين، لأن مجالات العمل كتيرة، مستشفيات وبنوك ومشروعات تجارية وصناعية وشركات تأمين وملاحة، أبنية تعليمية، قطاع خاص، قطاع حكومي، قطاع أعمال عام، وعشرات الآلاف من المجالات. علشان كده في الكلية بتاخد كلام عام. نرجع لمشكلتك، هتعمل إيه؟ أنت عايز تشتغل، أنت شايف طباخ شغال وحتى ريحة الأكل طالعة، والدكتور شغال، وأنت هتعمل إيه؟ وتبدأ منين؟ مش هطول عليك، قبل ما أقولك تعمل إيه وقف الفيديو شوية كتير، واكتب كده بالبلدي هتعمل إيه. أرجوك ما تنساش وما تكسلش، اكتب كل اللي عندك، دي خطوة مهمة جدا جدا جدا. بعد ما تكتب كل اللي عندك، شغل الفيديو تاني واحتفظ بالكلام اللي انت كتبته، واسمع كلامنا لحد نهاية الفيديو. قارن بين اللي انت سمعته وبين اللي انت كتبته عشان تختبر نفسك. الخطوة دي مهمة جدا زي ما قلت، واحتفظ بالورقة اللي انت كتبتها دي للتاريخ. احنا مش بنحكي حواديت يا سادة، اسمع كلامي ونفذه بالحرف الواحد. وقف الفيديو دلوقتي واكتب بالتفصيل الممل هتعمل ايه. يلا. شوف يا سيدي المحاسب، المحاسبة، نظام المعلومات المحاسبي، النظام المحاسبي ايا كانت التسمية، تقدر تختصر كل الدش ده في كلمتين اتنين: المحاسب صنايعي. الكلمة الأولى المحاسب، الكلمة التانية صنايعي. ركز فيهم قوي وكررهم كتير عشان تقتنع ان المحاسب صنايعي. ايوه حضرتك صنايعي، حضرتك صنايعي زي اي صنايعي بيصنع منتج او خدمة. ارجوك اسمع كلامي واوعدك هتكون محاسب 10/10، ده وعد مني. وهتكون ان شاء الله هتكون، لو عندك استعداد لكده. اسمع كلامي ونفذ كل كلمة هقولها. معظم كلامنا وكل شغلنا هيبقى عملي، يعني هات ورقة وقلم واشتغل معانا. نرجع بقى، احنا قلنا ايه؟ المحاسب صنايعي، ياخد المادة الخام ويحولها لمنتج، زيه زي اي صنايعي، زي صنع الأحذية مثلا، لا مؤاخذة يعني. بياخد الجلد ويحوله في الآخر لحذاء، وغالي كمان ما تقدرش تشتريه. الخياط بياخد القماش ويحوله فستان، قميص و
يعني المحاسب زي الطباخ بالظبط وبالملي، وأقنعك. الطباخ بيعمل إيه؟ بيعمل أطباق شرقي وغربي وفاست فود. طب المحاسب بيعمل إيه؟ بيعمل أطباق برضه، بس اسمها إيه بقى؟ قوائم. قوائم مالية. الطباخ بيعمل طبق كذا وطبق كذا، المحاسب بيعمل قائمة كذا وقائمة كذا. انت 4 سنين بتدرس محاسبة علشان في الآخر تطبخ قائمة حلوة. تطبخ دي، الطباخ بيقدم الطبق بتاعه للأكيلة، المحاسب بيقدم القائمة بتاعته لناس اسمهم مستخدمين القوائم المالية، وساعات بندلعهم ونقوله مستخدمي القوائم المالية. يعني المدير مستخدم للقوائم المالية، وانت شغلتك ايه؟ اعداد القوائم المالية للمستشفى. انت بتاع قوائم. المستثمرين اللي عايزين يساهموا في المستشفى دول احد مستخدمي القوائم المالية، وانت شغلتك ايه؟ اعداد القوائم المالية للمستشفى. انت بتاع قوائم. البنك اللي بتتعامل معاه برضو، البنك ده احد مستخدمي القوائم المالية، وانت شغلتك ايه كمحاسب؟ ايوه سمعني كده. اعداد ايه؟ القوائم المالية للمستشفى. يعني انت بتاع ايه؟ انت بتاع قوائم مالية. مأمور الضرائب احد مستخدمي القوائم المالية دول، وانت شغلتك ايه؟ اكيد حفظت طبعا، اعداد القوائم المالية. وانت بتاع ايه يا عم؟ خلاص زهقت. انا بتاع قوائم مالية. في لقاء القوائم المالية في الكورس ده ان شاء الله هتبقى اسطى في القوائم المالية. المهم من الاخر انت بتاع القوائم. زي ما بتدخل مدرسة وتشوف المدرسين بيقولك ده بتاع انجليزي وده بتاع رياضة وده بتاع كيمياء، انت بقى بتاع ايه؟ ها؟ مش قلنا رد علينا بصوت عالي؟ انت محاسب بتاع قوائم مالية. زي ما تروح كده السوق، ده بتاع طماطم وده بتاع فاكهة وده بتاع خضار، وانت بتاع ايه كمحاسب؟ رد عليا. الله ينور. انت بتاع قوائم مالية.